هل الأرض مسطحة أم كروية؟ هذا السؤال قد تم طرحه لقرون عديدة مع نظريات متنوعة حسمت النقاش في النهاية. في العصور القديمة كانت النظريات تنقسم بين من يؤمن بأن الأرض مسطحة وبين من يعتبرها كروية، مما أطلق العنان للعديد من الاكتشافات العلمية. مع تقدم العلم بدأت الاكتشافات الفلكية تثير النقاش، حيث ساهمت الملاحظات على الكواكب الأخرى في دعم فكرة كروية الأرض. عندما قدم إسحاق نيوتن نظريته عن الجاذبية، أصبح لديك دليل قوي على كروية الأرض، مما جعل المزيد من الناس يتبنون هذا الرأي. في العصر الحديث استخدمت التكنولوجيا المتقدمة مثل الأقمار الصناعية لإثبات أن الأرض كروية بالفعل، مما حسم الجدل بشكل قاطع. بينما لا يزال هناك بعض النقاشات الجانبية، فإن الأدلة العلمية اليوم تؤكد بوضوح أن الأرض ليست مسطحة وإنما كروية، مما يضع حداً للجدل.